لو سالت اي اب او ام نفسك في ايه لاولادك هيقول لك نفسي يعيشوا مبسوطين، نفسي ابني لما يكبر دايما يقول ان هو عاش طفوله سعيده وجميله. مشكله بقى انه ممكن لما يكبر ده عنده 11 12 سنه وتسمعه بيكلم واحد صاحبه او واحد قريبكم بيقول له انا عشت طفوله وحشه وما عشتش طفوله سعيده، اوعى تطبق في زماره رقبته وتقول له ايه انت ما عشتش طفوله سعيده؟ ده انا عملت لك وسويت لك وجبت لك ووديت لك وكنت بجيب لكم وكنت بسوي لكم، وتقعد ترص له لسته انت عملت له ايه. والام تقعد ده انا كنت بطبخ لكم وبكنس لكم وبمسح لكم وغياراتكم اللي كانت بترموها مش عارف ايه، سبت شغلي عشانكم، هدومكم اللي بترموها وسخه بطلعها لكم نظيفه، وترص لك لسه هي اخرى بكميه التضحيات والواجبات اللي كانت بتعملها. كميه الاحباط والاحساس بالفشل اللي بتصيب كل اب وام لما بيسمع ولاده وهم بيقولوا ان هم ما عاشوش طفوله سعيده، احساس مرعب انك عايز تفتح الشباك وتنط وتحدف نفسك منه. فيليبا بيري في كتاب ذا بوك يو ويش يور بيرنتس هاد ريد بتقول لك لازم لما تسمعه وهو بيقول الكلام ده تجيبه وتقعد معاه وتسمع منه هو انت ليه ما كنتش مبسوط؟ ايه اللي عندك كان ناقص انا ما قدرتش اديهولك؟ تخيل نفسك بتقابل واحد صاحبك على القهوه، والله انا قرفان من الشغل والشركه مطلعه عيني، يقول لك وانا كمان برضو والله قرفان والشغل عندي زي الزفت. يا عم وانا جاي بحكي لك واشتكي لك عشان تقعد تعلي عليا؟ واحنا بنشوف مين فينا بيمر بمقاسي اكتر من التاني؟ انا عايز كلمه حلوه يا عم، طبطب عليا قول لي معلش وبعد كده سيب لما الامور تهدى اشتكي انت كمان، لكن مش هنقعد نعلي على بعض. لكن لو انت اول ما اشتكيت له قال لك ياه طب ما تحكي لي كده يا عم، فانت بدات تحكي له بدا يقول لك ايه يا عم دي مشكله كبيره قوي، طب وانت حلتها ازاي؟ فانت بدات تحكي له انك عرفت تحلها او ما عرفتش احلها وانا قاعد مغروز متنيل فيها مش عارف اتحرك، فيبتدي يقول لك والله ده موقف صعب قوي، الله يكون في عونك، انت بتمر بمرحله صعبه بس انت ان شاء الله تقدر تعديها، اكيد انت هترتاح. الراجل سمعك واتكلم معاك وحس بيك، حس بيك. ولادك برضو كده. فيليبا بيري في الكتاب ده بتقول لك نفس اللي حصل مع ابنك او بنتك لما قالوا لكم احنا قضينا طفوله غير سعيده فانتوا رحتوا معليين عليهم، واحنا كمان برضو عملنا وتعبنا هي. لكن الافضل الحقيقه هو انك تتفهم مشاعر ولادك وتجيبهم تقعد معاهم وتفهم ايه الحاجه اللي كانت ناقصاهم. الحقيقه ان لو كانوا اهالينا عملوا معانا كده احنا كمان هنعمل مع اولادنا كده.